الحلقة 8 من برنامج عهد مع الحسين. ضيفنا اليوم الحاج شاكر عزيز أبو عماد، خادم موكب السبطين. تأسس عام 1993. مسيرة خادم حمل لواء الخدمة دون توقف منذ أكثر من 3 عقود. انطلقت مسيرة الحاج شاكر عزيز أبو عماد في خدمة الإمام الحسين عليه السلام، مؤسساً موكب السبطين سنة 1993 ليكون واحداً من أقدم وأصلب المواكب الحسينية في محافظة ذي قار. محاور خدمته: 1. خدمة الزوار في طريق الناصرية، سوق الشيوخ، حيث ظل الموكب مفتوحاً في كل المناسبات والمواسم، يقدم الطعام والمبيت والخدمة المباشرة. 2. خدمة على طريق الجنة، عمود 74، النجف الأشرف ضمن المسير الحسيني. يعرف الموكب بخدمته المستمرة لسنوات دون انقطاع في كل زيارة أربعينية. 3. خدمة العزاء في حي الفداء، الناصرية، حيث يقيم مجالس أهل البيت عليهم السلام طوال العام، ويشارك في كل المناسبات من عاشوراء حتى وفاة الزهراء. 4. في زمن النظام البائد لم تغلق له خيمة ولم يوقف موكبه، بل أصر أن تبقى خدمة الحسين حية رغم التهديد والملاحقة. سمات الخادم الحاج شاكر أبو عماد: رجل متواضع بطبعه، لا يحب الظهور الإعلامي، بل يرى أن أعظم الأجر في الخفاء، لا يرد فقيرا ولا يغلق بابه في وجه محتاج. كانت وما زالت داره مأوى للغرباء وخدم الحسين، يشهد له بثبات الموقف والنية الخالصة، لا يطلب من الدنيا شيئا، إنما يرى خدمته للحسين زادا للآخرة. في الختام، الحاج شاكر عزيز من رجالات العهد ومن الأسماء التي لم تتغير رغم تغير الأزمنة. بقي على نهج أبي الفضل العباس في الفداء، وعلى درب زينب في التحمل والصبر. من الناصرية إلى النجف، من طريق الزوار إلى عزاء حي الفداء، كل محطة فيها بصمة من موكب السبطين. ترقبوا الحلقات القادمة من برنامج عهد مع الحسين. كل خادم يحمل قصة، وكل قصة تكتب على طريق كربلاء. هذا ومن الله التوفيق. وفي الختام تقبلوا تحيات الإعلامي محمد جواد. تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك محمد جواد، وقناة الوداع في اليوتيوب. دمتم في رعاية الله.